ليه بنقول على العملية فن زراعة الشعر؟ وليه بتحتاج دكتور متمكن؟ الكشف اللي بنقدر من خلاله نحدد هل انت محتاج زراعة ولا عندك مشكلة مرضية محتاجة علاج زي الثعلبة وزي بعض الأمراض المناعية اللي بتحتاج دكتور شاطر علشان يقدر يشخصها ويعالجها. طيب لو محتاجين زراعة بنقدر نحدد درجة الصلع ونشاطه وهل المنطقة المنحة بتاعتنا كافية ولا هنحتاج نستعين بالدقن، وبنقدر نرسم رسمة طبيعية تماما بتناسب درجة صلعك عشان خاطر في النهاية تظهر بشكل طبيعي تماما. تنظيم الاختطاف ووضع خطة مناسبة ليه علشان ما يبانش أي أثر على المنطقة المنحة مهما كانت درجة صلعك، وحتى لو قررت إنك تقصر شعرك محدش هيعرف يطلع أثر الاختطاف. وإزاي بنهتم بفتح القنوات بدقة عالية وكثافة ممتازة واتجاهات طبيعية تماما، وبنستخدم طبعا أحدث التقنيات زي تقنية السفير اللي بتضمن لنا أسرع استشفاء للجروح. وإزاي طبعا بنختار الجرافتات المناسبة لكل مكان وبيتم وضعها في القنوات بأكفأ طريقة ممكنة علشان في النهاية نضمن نتيجة طبيعية تماما. كل دي تفاصيل وغيرها كتير بتضمن لينا نتيجة طبيعية ومضمونة طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده بنقول عليها فن زراعة الشعر، مش مجرد شيل وحط.